انا مش عارف اقول هارد لك للعيبه بروكسي ولا اقول هارد لك للعيبه الزمالك واداء لعيبه الزمالك. في الاول كده عايزك تخرج نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك من الحسبه. انا بتكلم على لعيبه لابسه تيشيرتات بيضاء، لعيبه مستواها اللي احنا شايفينه ده يلعب درجه ثالثه مش تانية. اما يكون فريق في الدرجه الثانيه ومركز رابع في الترتيب بتاعه ويكون افضل منك كاداء وكان افضل منك كنتيجه في الدقيقه 80، عايز اقول لك اللي ممكن يعني ايه ميزانيه الفريق اللي انت شفته النهارده بتاع بروكسي ده ما يعديش ال5 مليون، بعقود لعيبه، بانتقالات، بمكافآت، بهري. عايز اقول لك اللي ممكن اقل لعيب في نادي الزمالك عقده في الشهر ممكن يكون بياخد 1,2,000,000 جنيه، يعني بميزانيه الفريق اللي انت كنت شايفه النهارده. والنتيجه ادينا احنا شايفينها، نادي بروكسي افضل منك بمراحل يعني وبيحرجك، ولولا في غلطات تحكيميه كان ممكن يفوز عليك. انت ليك وعليك، بس هو كان ليه اكتر. كور في العارضه بيضيع، مستوى اللعيبه بتاعته تحس ان هي عايزه تكسب. لكن لعيبتك النهارده ان كان الاساسيه او الاحتياطيه، والمفروض ما كانش فيه اساسي واحتياطي، يعني انت بتلعب بالاساسيين برضو في الشوط الاول ولعبت بالاساسيين في الشوط الثاني، والنتيجه زي ما انت شايف. المشكله مش فنيه، المشكله في اللعيبه، اداء لعيبه يعني ما يؤهلهاش اللي احنا نوصل لمركز تاني في الدوري. اما انت تكون بتلعب قدام فريق درجه تانية بالشكل ده وهو افضل منك في ال 120 دقيقه، هو افضل منك. لو جيت عملت بينك وبين النادي الاهلي مقارنه بسيطه، المفروض هو المنافس بتاعي، تعال شوف الاهلي لما بيلاعب فريق في درجه تانية او اقل منه، بضغط الكرة بيدوس عليه. يعني تلاقي في اول 10 دقايق ربع ساعه بيجيب جونين وثلاثه، ما بيخليش الفريق اللي قدامه ياخد نفسه، ما دخلوش في الجيم. هتقعد تهري معايا ونروح ونيجي وتحرجني ليه؟ فتلاقي الاهلي بيخلص الماتش في اول ربع ساعه. تعال انت بقى اي الزمالك لما يجي يلاعب اي فريق في الكاس مثلا درجه تانية ولا ثالثه زي ما انت شايف كده، يتعبنا، نلعب 120 دقيقه ونقعد نخبط في بعض. سكت بقى اللي احنا لازم نساند اللعيبه ونقف في ظهرهم وندعمهم، والنغمه بتاعت اعلام نادي الزمالك اللي طالعين فيها دي، انا عايز اقول لك هم شكلهم ما بيتفرجوش عليكم اصلا، مش سامعينكم اصلا. اللعيبه مش فايقه للكلام ده. يعني خلي بالك، يعني انا مقتنع يا عم ان امكانيات اللعيبه دي على قدها، اختيارات الناس في نادي الزمالك اختارت لعيبه كسر، انا معاك يا عم، بس انت قادر تحسسني ان انت بتعمل حاجه، بتتعب، بتجري في الملعب. هو امكانيات لعيبه بروكسي اعلى من لعيبه الزمالك ولا اقل؟ اكيد اقل. ليه انا النهارده لعيبه بروكسي محسساني اللي هي عايزه تكسب وهي الافضل وهي اللي بتتعب؟ خلي بالك انت ممكن يكون امكانياتك محدوده بس بتسعى، بتجتهد، بتتعب، فربنا بيديك وبيرزقك. انت امكانياتك بقى كلاعيبه الزمالك وحشه ومش عايز تسعى ولا تجتهد. طب انا سندك ازاي؟ اقف في ظهرك ازاي؟ واما اجي اقول احنا ما عندناش لعيبه، اي مدير فني عيني هيعاني من اللعيبه دي. يا رب نحصل تاني. يعني الموضوع صعب قوي في لعيبه نادي الزمالك. احنا بنتكلم على اللعيبه بتاعت نادي الزمالك. اما نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك ده اهم حاجه عندنا، نادي الزمالك وبعد كده اي حاجه. لكن اللعيبه دي لا، اختيارات كانت كلها غلط، الاختيارات كلها غلط. مع احترامي مفيش لعيب يحسسني النهارده او من اول السنه اللي هو لعيب نادي الزمالك. مش معقوله. احنا في شهر 5 اهو، عد انتصاراتك يا نادي الزمالك، عد غنماتك يا جحا. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.